بسم الله في لقاء للاقتراب أكثر وتهديد عرش الزعيم على مستوى بطولة الأبيض والبنفسج يتواجد في الجهة اليمنى لمن يتابعنا عبر قنوات الكأس الرياضية. أعطيك نعم تشكيل الفريقين، أعطيك الأسماء الحاضرة. تعود مرة أخرى، هذا وعد مررها بشكل ممتاز وأول أهداف اللقاء، ولكن وتحولت إلى ركلة زاوية. كرة كانت خطيرة جدا، والحب والإجلال والتحية والاحترام. وهنا لدينا كرة خطيرة وأول الأهداف يا أكرم، لكنه في موقف متسلل. نعم سجل هذه المرة، ولكنه في موقف. اليوم انت تواجه احد اقوى خطوط، بل انه الخط الاقوى هجوميا، ومرجح جدا ان نشاهد اول الاهداف. ولكن الكرة لدى رودريغوز، تسديدة وعد. ايفانيلدو يتصدى لكرة محمد وعد. اذا هذا الحديث عن شكل الفيلم طبعا، لكن بلا شك ولو 1%. هذه الكرة الان واول الله 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 الله، يا على ضحى وضحى، مخالفة لعكس السير، مخالفة لكل الأمور. ولكن احنا ما راح نشوف إعادات طبعا، لأنه قلت لكم عندنا مشكلة. بشكل ممتاز حولها في الجهة اليمنى، هذه خطيرة الآن. إلبك عنده الكرة يسدد، الله يا هيكو. الآن تقول لي إيش قرارك أو خلينا نشوف الإعادة، أقول لك ما أدري. وأمام لدينا أيمن الحسوني، هل يجعل معيذر يتقدم من خلال هذه المواجهة؟ هنا لدينا الحسوني، نعم يسجل أول الأهداف الحسوني ويضع الكرة في المرمى. لدينا الكرة العالية والتعادل، لكنها تبعد في اللحظة الأخيرة من معتز، بل إن أقل مرة. شو اللي جرى، شو اللي صار؟ تياغو دي ليونكو يريد ان يفعل ذلك الا في اقوى واعلى مسرح. الجهة اليسرى محاولة خطيرة للغاية التقليص نعم يأتي مبكرا. هذه احد شروط العودة، اهم شرط من شروط العودة ان يسجل الزعيم مبكرا في شوط اللقاء الثاني، وقد فعل ذلك بالفعل. يأتي الآن ويسجل ويقلص الأمر. اليمنى هذا اليزيدي، عاجبني الولد، يقدم أداء جيدا. غونزالو خطيرة، التعادل للزعيم، الفرصة الموجود. الله الله الله، كرة جميلة للثانية. عطني الثانية، هذه الثانية خليني أشوف هذه الثانية. لمها حركة أو ينسى هذا. نعم لدينا أكرم عفيف الآن ليسجل التعادل وال19 له في بطولة الدوري. عفيف أكرم، نعم يأتون بالتعادل، يسجلون التعادل ومن علامة 2-2. هكذا كانت وهكذا أتت وهكذا فعل. وضع الكرة لا الجزاء الآن. هذه برة ولا داخل؟ هذه داخل ولا برة؟ هنا العرقلة التي أعتقد كانت في الخارج، وإن كانت هناك عرقلة. ولذلك الهدف العشرين لقلب الطاولة، قلب الطاولة نعم، وكانت ريمونتادا السد حاضر في مرمى. شوف هذه اللقطة، تصدى لها رودريغوز، لكنه وضع يديه ليست بالقوة الكافية لإبعاد كرة أكرم عفيف التي ولجت الشباك، وضعها في المنتصف وتصدى للكرة الماضية. هذا أكرم راح ووداها لغونزالو، خلاص يا أيامي. هوبا يا بغداد، ماذا أضاع؟ أيضا ماذا تصدى؟ لازم تكون مع بعض. ماذا تصدى رودريغوز من أمام بغداد؟ قال بحطها
وجاية سهلة وراح أأمن الانتصار. تخطئ في ذلك، بل إنه تصدى لأهداف عدة في هذه المواجهة وتحمل الكثير من الكرات. هي دقيقة الأخيرة، هي النهاية، هي النهاية. 21 سجل يعود ومن غيره عفيف هو أكرمهم، ولذلك يسجل الهاتريك. يضعها بكل سهولة وكأنما يقول إذا نعم يأتي بهاتريك ويقول هل تريدون أهدافا جديدة يصل إلى العذر. عودة بعد لحظات. خالد سلمان وحسن العتيبي، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.